بصوا بقى، صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتي بتشوفيني فيه. بصوا بقى، انا دلوقتي ميعاد محمد خلاص هيجي من المدرسه الساعه دلوقتي 11 وربع، هو بيجي 11 ونص. تمام. انا مفيش باص ولا حاجه ولا الكلام ده، لان انا المدرسه جنب البيت يعني خطوتين. تمام. هو احيانا كده يتحايل عليا، انا هاجي يا ماما، انا هاجي يا ماما، سيبيني يا ماما، مش عارفه ايه كده يعني. فقلت بقى اديله فرصته، بس انزل بقى اشوف هل هيبقى صادق في كلامه معايا، ولا بقى ماما مسافرة وهعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. انتوا فاهمين بقى الحتة دي، الأطفال بقى اللي هي بتشتغلنا والكلام ده بقى، وهخرج أقف مع صاحبي واضحك وأهزر وكده. بصوا يا اخواتي، تربية الأولاد بقت صعبة قوي قوي، وأنا بصراحة بخاف، يعني بخاف. أنا عارفة إن هو كده كده هيخرج للشارع وهيخرج من المجتمع وكده، بس بحاول أعمل اللي عليا على قد ما أقدر. فتربية أولادنا بقت صعب جدا، لان انا كمان بروح المدارس بلاقي حاجات ما بتعجبنيش كتير. يعني ممكن الاقي عيال بتشتم في المدرسه وبتقول الفاظ وبتسب الدين وحاجات كتير قوي. بجد انا حزينه من اللي بيحصل، وبزعل قوي لما بودي محمد المدرسه، بس هم للاسف شادين السنه دي. يعني انا بشتغل دروس بس للاسف هم شادين قوي السنه دي. فغصب عني بقى، عشان يعني ايه ما اذوهوش، ان هو مثلا ممكن يعمل له يعني استبعاد حاجه من المدرسه، فبوديه. بس في عيال بصراحة، لو كل واحد يركز، انا عارفة ان الامهات كتير قوي بتربي في البيت، والعيال بيطلع ياخد حاجة تانية من الشارع، بس مش للدرجة دي والله، مش لدرجة الالفاظ اللي انا بسمعها وسب الدين. لو في توعية وفي كلام مع العيل، ونعرفه ان سب الدين حرام، ونعرفه ان الشتايم والالفاظ دي حرام، ونركز مع اولادنا بالذات في السن الصغير اللي هو من بداية 6 سنين بقى. يعني هو المفروض من شهور نركز مع اولادنا. بس لما بنيجي نطلع العيل للشارع، الشارع صعب، لانه بنلاقي الطفل بتاعنا في الشارع بيلاقي جميع الاعمار وبيلاقي جميع الشخصيات، فبيبقى عايز يكتسب خبرات كتير، فبيبقى في مرحلة الخطر بقى. يعني انت لو سبتيه كده بقى وخلاص، تيجي هو وانت مثلا نمتي او عملتي اي حاجة، لو المدرسة جنب البيت او ايا كان، هو خلاص يعني بيكتسب حاجات كتير. ولما تيجي بعد كده تروحي له لك لا يا ماما، او لا يا ماما، او لو بنوته خليكي، لا 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 انا هاجي، انا صحابي يروحوا لوحديهم بلاش تيجي معايا ومش عارفه ايه. بيتعودوا بقى ان هم يعتمدوا على نفسهم في الغلط. ف يعني انا قلت بقى هوديه، مثلا لو حبيت اجيبه لازم اشوفه بيعمل ايه، اتاخر اشوفه بيعمل ايه، ما اهملش واعمل اللي عليا، وربنا يحرس اولادنا جميعا يا رب. والله بصوا اقول لكم على حاجه، الهدى ده من عند ربنا، وانك لا تهدي من احببت، وان الله يهدي من يشاء، ونعم بالله العلي العظيم. بس الواحد طول ما بيعمل اللي عليه، صدقوني، في حياته عامه، طول ما الواحد يعمل اللي عليه، يعني اعمل اللي عليا في شغل، الدنيا جت معايا جت، ما جتش خلاص اعمل اللي عليا في عيالي. الدنيا جت معاهم جت، ما جتش يبقى اختيارهم. اعمل اللي عليا في بيتي، الدنيا جت معايا جت، ما اعمل اللي عليا مع جوزي، الدنيا جت برضو ما جتش خلاص. طول ما الواحد عايش لازم يعمل اللي عليه، يعمل اللي عليه واكتر من اللي عليه كمان، عشان بس الاحساس بالندم هو اللي بيحسسنا بالفشل. لكن لو مفيش احساس بندم، مش هنحس ان احنا فشلنا في تربية او في جواز او في شغلانة، مش هيبقى فيه احساس بالفشل. فاتمنى لكم كل التوفيق والسعادة. ولو في اي بنت او اي ولد بيتفرجوا عليا صغيرين، الغلط والصح، مفيش حاجة اسمها غلط وفي حاجة اسمها صح، في حاجة اسمها حلال وفي حاجة اسمها حرام. الغلط والصح ده ما بيننا كبشر. يعني انت ممكن عشان ما تزعليش ماما وبتخافي منها، فتخافي تعملي الغلط والصح، مع ان عقوق الوالدين من الحلال والحرام. فعودي نفسك يا قمر، او عود نفسك بقى لو في ولد قد محمد ابني بيتفرج عليا، عودي نفسك ان انت تخافي من ربنا، ما تخافيش من حد خالص. ربنا جميل، مش بيخوف، بس لو عملنا حاجة غلط لازم نخاف منه، لان عقابه شديد. عقاب ربنا لينا شديد قوي قوي قوي. عقاب ربنا حاجة احنا ما نقدرش نستحملها. فربنا جميل وبيحب الجمال وبيحب كل شيء طيب، بس عقابه شديد. ربنا بيغفر لنا مهما كانت ذنوبنا، مهما عملنا غلط بيغفر لنا، بس لازم ما ندمناش في الغلط. فعودي نفسك ان انت تحبي ماما، ما تخافيش منها، وتحبي ربنا وتخافي منه. طول لو عودتي نفسك على كده، لما تحبي ماما هتخافي تزعليها، لكن لو خفتي منها هتعملي كل حاجة في الخفة
وتعملي الغلط وتقولي هي مش شايفاني. بس لو ماما مش شايفاكي ربنا شايفك. مهما كان سنك 10 سنين او 11 سنة او 15 او 16 او 17 أو ايا كان، صدقوني الغلط دون بيبقى ليه نهاية، بس نهايته بتبقى صعبة. مفيش حاجة بتفضل دايما على حالها، بتيجي في وقت والغلط اللي انتوا بتعملوه بيتكشف. حافظي على نفسك وحافظ على نفسك، لان محدش بيحافظ على حد. ما تديش سرك لحد، لان اكبر غلط اللي بيبوظ البنت صاحبتها واللي بيبوظ الولد صاحبه. وبجد بجد بجد، بتكلموا حد كان في المدرسة وعارف. يعني انا عديت مراحل كتير ووالدتي اللي كانت بتوعيني. فالتوعية برضو ان اي ام تعرف ان بنتها تبقى سرها معاها وابنها سره معاها او مع باباها. بيبقى في دور كبير للاب والام، بنعمل اللي علينا. واي بنوته ما تحكيش سرك لصاحبتك. صاحبتك ما توزكيش على اي حاجه غلط، لان هي لو وزتك على غلط مش هتبقى عايزه مصلحتك. وطبيعي ان ما فيش صحاب بتبقى عايزه مصلحه حد. خلي سرك مع ماما، مع اي حد انت بتحبيه او ان انت حابه يبقى سرك معاه، بس يكون حد كبير واعي ناضج بيحبلك والخير دايما، ينصحك بالخير. وخلي بالك من نفسك، لان محدش بيخلي باله من حد، ده حقيقي. لو انت سنك صغير او كبير خلي بالك من نفسك. مش كل ولد يقولك كلمة حلوة يبقى ده الحلو كله. ساعات الحلو بيبقى بيشوك زي الورد كده، بنمسكه بيشوكنا، هو حلو قوي. فمش كل كلمة حلوة تتقال لنا نصدقها، لان في اشكال كتير زي التعابين بتتلوى بالالوان الحلوة، بس هي تعابين بتأذي، فيها سم. فلازم نركز في كل كلمة تتقال لنا، مش كل كلمة تتقال لنا تبقى حقيقة. لازم نبقى دماغنا كبيرة ودماغنا ناضجة مهما كان سننا. لازم نحافظ على نفسنا اذا كنا كبار او صغيرين. طول ما الواحد عايش في الحياة بيتعلم وبيكمل ويتعلم ويكمل ويتعلم ويكمل. احنا في حياة بعض محطات بس مش اكتر. انا خلصت محطة دخلت المحطة اللي بعدها. المحطة اللي بعدها دي اكيد فيها صح برضو فيها غلط، بس لو من البداية خالص، من بداية الصح والغلط، من اول ما عرفته بخلي بالي من الصح والغلط، لحد نهاية عمري هفضل اخلي بالي من الصح والغلط. الصح والغلط ده حاجة واحدة، ثوابت، بس باختلاف الاشخاص بس مش اكتر. بتقابلنا صاحبة بعد الجواز ممكن تخرب بيتنا. بتقابلنا صاحبة في الدراسة ممكن تشدنا للطريق الغلط. فهي الصحبة. بس انا حياتي بعد الجواز غير قبل الجواز، فهي هتشدني للغلط على حسب مرحلة حياتي حاليا، او المرحلة اللي انا فيها حياتيا يعني. الدنيا مليانة مشاكل ومليانة بلاوي. ربنا يا رب يحسن أيامنا اللهم أمين، ويسترها علينا ويبعد عننا ابن الحرام وبنت الحرام، ويبارك في أولادنا ويعوضنا فيهم خير اللهم أمين. واشوفكم على ألف خير اخواتي في الله. حبيت أدردش معاكم والكلام خد بعضه، عشان أنا بجد بحب أديكم نصيحة من الله. بصوا في الله لله، والله العظيم بجد. واي سؤال بقى نحب ندردش مع بعض فيه، اتمنى ان انتوا تنوروني في اللايف، واتمنى ان انتوا تشرفوني باللايك والاشتراك، ونصلي على النبي كتير في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنزل بقى عشان ما اتاخرش ايه، واطب كده على محمد اشوفه بيعمل ايه. سلام.